السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر أحمد العبد من قناة دروس عالمية أونلاين. إن شاء الله هنكمل مع بعض اللي احنا بدأناه من شرح وحل كتاب المعاصر للصف الأول الثانوي. ناخد النهاردة من 5 lessons 1 and 2. هناخد الجزء الخاص بجرامر future forms. طبعا future forms اللي هي أشكال المستقبل، يعني أكتر من صيغة بنستخدمها عشان نعبر بيها عن المستقبل. أول حاجة إزاي نستخدم will عشان نعبر عن المستقبل. طبعا تكوين الجملة اللي بيبقى فيها will في المبني المعلوم will زائد المصدر فاعل will او شال زائد المصدر. خلي بالك ان انا بستخدم ويل مع كل الضمائر، لكن ممكن اجيب شال مع الضمير اي والضمير وي فقط. يبقى اي وي يو زي هي شي ات ينفع مع ويل، لكن اي وي بس بيجوا مع شال. مثلا I will او I shall help you do your homework. انا سوف اساعدك في عمل الواجب. طبعا كلمة shall معناها سوف برضو زي كلمة will. ندى will be for next March. ندى هيكون عندها 4 سنين في مارس القادم. لو عايز أجيب الجملة المنفية بضيف لكلمة will not، فيبقى فاعل will not أو won't، shall not أو shan't زائد المصدر. We won't be ready before he comes back. لن نكون مستعدين قبل أن يعود. أحمد won't attend the party. أحمد لن يحضر الحفلة. لو عاوز أكون سؤال باستخدام will هجيب will في الأول، أو شال أجيب فاعل أجيب فعل مصدر. مثلا will you wait for the bus؟ هل ستقوم بانتظار الأتوبيس؟ لو هينتظر أقول لك yes I will أو yes I will wait for the bus لو كانت إجابة كاملة. ممكن يرفض يقول لك no I won't أو no I won't wait for the bus. لو هسأل بأداة استفهام نفس تكوين السؤال اللي فات، هزود أداة استفهام will أو shall فاعل مصدر. When will you go to bed؟ متى ستنام؟ أو what will they do next؟ ماذا سيفعلوا بعد ذلك؟ المستقبل البسيط بقى في المبني المجهول. طبعا احنا قلنا فاعل will زائد المصدر، هنجيب في المجهول هنبدأ بمفعول will أو shall be والتصريف الثالث. A camera will be bought باي رودينا تومورو. جاب باي رودينا بين قوسين عشان ممكن احذفها، يعني الكاميرا سيتم شراؤها بواسطة رودينا غدا. نحل من التست على ايه الجزء اللي احنا قلناه دلوقتي. اول حاجة نمبر 1 she will 21 next Monday. احنا قلنا will بيجي بعدها فعل مصدر يبقى be. تمام. نمبر 2 not show me your new tablet. قول له هل انت ممكن توريني التابلت الجديد بتاعك؟ يبقى ايه؟ يبقى will you. طبعا ما ينفعش اقول you want او you will لان ده سؤال. طب what will you show me your tablet؟ طب انت ايه اللي هتوريه لي التابلت بتاعك؟ ما انت سالت على حاجه وجبتها في السؤال what تسال على تابلت، ما ينفعش يجوا مع بعض. يبقى لتر دي. نمبر 3 not show me on your tablet. ان المره دي بيقولوا ايه بقى؟ انت هتوريني ايه على التابلت بتاعك؟ يبقى ايه؟ يبقى what will you show me؟ ايه اللي انت هتوريه لي on your tablet على التابلت بتاعك؟ نمبر 4 I think he for returning home late. اعتقد ان هو، خلي بالك من الجملة، هل هو هيعاقب ولا يتعاقب عشان عاد للمنزل متأخر؟ هيتعاقب. اذا will او هي ديت تعتبر مفعول. طب هنا هو وقع عليه الفعل هيقع عليه العقاب، يبقى جملة مبني مجهول في المستقبل will be تصريف ثالث يبقى will be punished. اعتقد ان هو سوف يتم معاقبته طبعا عشان عاد للمنزل متأخر. ايه بقى استخدامات will؟ اول حاجة بستخدم will عشان اعبر عن حقائق مستقبلية، احداث ليس للفاعل او رغباته او ارادته دخل فيها. زي ايه؟ It's my birthday next Tuesday I will be 17. عيد ميلادي يوم الخميس اللي جاي، فانا هيبقى يوم الثلاث اللي جاي تيوزداي، يبقى انا هيبقى عندي 17 سنه. ماليش دخل في الكلام ده. The school will be 10 years old this year. المدرسه هيكون عمرها 10 سنوات هذا العام، يعني مبنيه بقى لها 10 سنوات. ممكن استخدم will عند التعبير عن قرار سريع، رد فعل لحظي وقت الكلام مش مخطط له. لما اقول oh that's the doorbell، قول له ده جرس الباب بيرن، I'll open it انا هفتحه. طبعا ما كانش فيه اي تخطيط للكلام ده، قرار سريع. كمان التنبؤ بما قد يحدث مستقبلا في حالة عدم وجود دليل، يعني تنبؤ بدون دليل. هتلاحظ ان الجملة في الحالة دي بتبدأ بعبارات تحتوي على افعال زي ايه؟ think يعتقد، expect يتوقع، hope يأمل، be sure متأكد، be afraid يخشى، wonder يتساءل، suppose يفترض، guess يخمن، fear يخشى. الافعال دي بتيجي لما يكون في تنبؤ بدون دليل. مثلا I expect they will stay for dinner. أتوقع إن هم سوف يبقوا على العشاء. I think it will rain. أعتقد إن هي الجو هيمطر. من الممكن إن يجي بعض الظروف حسب برضو الكلام ده مع
في حالة ايه تنبؤ بعدم وجود دليل. يقول لك هنا perhaps probably possibly maybe. مثلا perhaps I'll go home early today. ربما يعني إيه أعود للمنزل مبكرا اليوم. She will probably refuse to take any money. هي احتمال ترفض تاخد أي فلوس. يبقى كده ثلاث استخدامات لويل. الاستخدام الرابع عند عرض عمل شيء أو تقديم خدمة أو دعوة. مثلا you look very thirsty. أنت يبدو عليك عطشان. I'll get you a cold drink. أنا هجيب لك مشروب بارد. يبقى أنا بعرض عليك. عند طلب خدمة يبقى عرض أو طلب. هنا طلب بقى. will you let me use your mobile please. هل هتسمح لي استخدم موبايلك لو سمحت. يبقى أنا إيه بطلب منه. كمان ممكن أعبر عن الوعد باستخدام will. My father has promised that. بابا وعدني إن هو إيه بقى we will spend a month in شرم الشيخ. هنقضي أسبوع أو شهر هنا في شرم الشيخ. يبقى ده وعد. كمان لو بهدد do your homework. اعمل واجبك or وإلا I'll punish you. هعاقبك. في هنا تهديد. ناخد بعد كده الشكل الثاني للتعبير عن المستقبل وهو be going to زائد المصدر. طبعا أول حاجة لو هجيب جملة مثبتة فاعل طبعا be مقصود بها am و is و are going to زائد المصدر. محمد is going to play tennis. محمد هيلعب تنس. I'm going to study medicine. أنا سوف أقوم بإيه بدراسة الإيه الطب. خلي بالك هنا بقول I am going to سوف أقوم. لو هنفي الجملة بعد am و is و are هحط كلمة not أو in apostrophe t. يبقى فاعل am not is not are not going to زائد المصدر. وليد isn't going to play squash. وليد لن يقوم بلعب الايه السكواش. طب انا عايز اكون سؤال باستخدام going to. هجيب في الاول am is are فاعل going to زائد المصدر. is رودينا going to attend the meeting. هل رودينا سوف تقوم بحضور الاجتماع؟ Yes she is going to attend the meeting. ايوه هي تقوم بحضور الاجتماع. No she isn't going to attend the meeting. هي لن تقوم بحضور الاجتماع. طب لو انا هسأل بأداة استفهام اول حاجة بكتب أداة الاستفهام am is are فاعل going to زائد المصدر. مثلا where are you going to spend the summer holiday. أين ستقوم بقضاء أجازة الصيف. طب لو أنا عايز أجيب صيغة المبني المجهول ودي اللي معظمنا بينساها ويتلخبط فيها ببدأ الجملة بإيه؟ بمفعول. افتكر لما أقول لك مجهول مفعول am is are going to be تصريف ثالث. going to إيه؟ be تصريف ثالث. تنس is going to be played. التنس سوف يتم لعبه. كده التنس هنا مفعول. نحل من التست نمبر 2. أول جملة عندي ذا أشرفs. طبعا لما يجيب لي اسم شخص وقبله ذا وبعده والاسم نفسه وحط له اس يبقى مقصود بها عائلة مستر أشرف. نقط ذا نيكست سمر هوليداي إن ألكسندريا. هم يقوموا بقضاء أجازة الصيف القادمة فين؟ في اسكندرية. يبقى هنا are going to spend. يبقى letter دي. نمبر 2 نقط ذا اوفيس. بيتكلم هنا على المكتب وعايزك تجيب سؤال كامل هنا. لو قلت ار يو جوينج تو بي ليفت ذا اوفيس لا كده غلط. طب يو ار طبعا بي ودي غلط عشان ده سؤال ما ينفعش يبدا بيو. اذا هتبقى وين ار يو جوينج تو ليف. متى ستغادر الايه المكتب. نمبر 3 this man not to prison for this crime. الشخص ده سوف يتم ارساله للسجن عشان الجريمه اللي ارتكبها. يبقى is going to be sent لان الشخص ده ايه الراجل ده ايه ده هنا مفعول هو اللي هيتم ارساله. جبتها مبني المجهول. اذا استخدامات going to هتبقى ايه. اول حاجه التعبير عن خطط شخصيه او مسبقه زي ما بيقول. خلي بالك انا قلت will قرار سريع لكن ده خطط مسبقه. دايما تلاقي كلمه فيها كلمه plans. الجمله فيها بلان يخطط. I am going to decorate my house. سوف أقوم بعمل ديكور للمنزل بتاعي. أنا مخطط للكلام ده. النقطة الثانية بستخدم going to للتعبير عن النية. هتلاقي جملة فيها intend ينوي intention نية عشان عمل شيء في المستقبل. مثلا he is going to study medicine at university. هو سوف يقوم بدراسة الطب في الجامعة. That's his intention. دي نيته. النقطة الثالثة بنستخدم going to التنبؤ بما قد يحدث مستقبلا في حالة وجود دليل. يبقى ده اسمه ايه؟ تنبؤ بدليل. يعني يوجد في المضارع ما يسمح بوقوع شيء في المستقبل. مثلا his leg is broken. رجله مكسورة. he is going to have an operation. يبقى هو هيعمل عملية. خلي بالك بقى لما اقول لك تنبؤ بدليل يعني دايما الحاجة بتحصل قدامك وشايف. يوجد في المضارع ما يسمح بوقوع شيء في المستقبل. بالمعنى ده هتلاقي going to ممكن يجي معاها افعال زي be sure be afraid believe think. استنى يا مستر ده مش قلت الافعال ديت بتيجي مع will
كلامك مظبوط، بس لو فيه دليل الدليل يبقى اقوى. ركز معايا كده بقى. مام از فيري ill، ماما مريضه جدا. I think، طبعا واحد يقول لي بس I think يبقى will، لا استنى، بدل فيه دليل يبقى I think she is going to see a doctor، اعتقد ان هي هتروح تكشف عند الدكتور. كمان خلي بالك ان الصفات الشخصيه لا تعتبر دليل، بنستخدم معاها will. He will win the running race. He is very fast. هو هيفوز بالسباق اللي هو سريع جدا، يبقى الصفة اللي فيه ان هو سريع، عشان كده هيفوز بالسباق، يبقى ده تنبؤ بدون دليل فجبت ويل. بنستخدم ايضا للتعبير عن ما سيحدث في المستقبل اذا كان قرار مسبق يدل عليه كلمات زي ايه. يعني برضو جوينج تو بجيبها مع القرار المسبق، ويل كانت قرار سريع. طب القرار المسبق هتلاقي فيه كلمات زي ايه؟ decided قرر، have decided made a decision اتخذ قرار، made up mind يعني برضو بياخد قرار. مثلا he is going to have lunch outdoors، هو سوف يعني يقوم بتناول الغداء خارج المنزل. he has already decided، هو قرر بالفعل الكلام ده، يبقى going to. بنستخدم كمان going to للتعبير عن أحداث على وشك الحدوث، فتلاقي بيه going to نجيب وراها مصدر بتساوي بيه about to زائد المصدر. يعني ايه؟ لما اقول I'm going to leave right now، انا هغادر، سوف اغادر الان، يعني ايه؟ يعني I am about to leave، انا على وشك المغادرة. الشكل الثالث ممكن استخدم المضارع المستمر عشان اعبر عن المستقبل. المضارع المستمر فاكرين am is are فعل في ing، طبعا I am he او she او it او اسم مفرد is، you we they او اسم جمع are. مثلا سما is watching a video، جملة مثبتة. سما isn't watching a cartoon، جملة منفية. is سما watching a video، سؤال بهل yes she is أو no she isn't. what is سما doing، ماذا تفعل سما. a video is being watched، ودي المهم عندي مبني المجهول، بجيب المفعول am is are being تصريف ثالث، يبقى is being watched يعني الفيديو يتم مشاهدته بواسطة سما. اللي يهمني هنا بقى استخدامات المضارع المستمر للتعبير عن المستقبل. أول حاجة التعبير عن المستقبل القريب في حالة وجود ترتيبات نهائية مسبقة، يبقى لو في ترتيبات أجيب ام از ار والفعل في ان جي اللي هو المضارع المستمر. بتلاقي كلمات في الجملة زي arranged رتبة، made arrangements، prepared أعد، made preparations قام بإعداد. مثلا I'm taking Salma on a trip tomorrow، أنا هاخد سلمى في رحلة غدا. everything is arranged كل شيء مترتب له. كمان ممكن استخدم المضارع المستمر لتعبير عن المستقبل، يقول لك المناسبات الاجتماعيه من حفلات واعياد ميلاد وغيرها تستلزم ترتيبات، عشان كده هي مضارع مستمر. my brother is getting married next Thursday، اخويا سوف يتزوج الثلاثاء او الخميس القادم. خلي بالك بقى، هو طبعا ما حدش هيجي في يوم وليله لكن هيتجوز يوم الخميس، ده بيرتب ترتيب كتير قبلها، دي كلها مناسبات اجتماعيه. النقطة الثالثة، لاحظ إن الأنشطة اللي تقوم بها المؤسسات مستقبلا تستلزم ترتيبات. يعني إيه؟ يعني مثلا لو هتعمل رحلة في المدرسة بيقوموا مرتبين لها قبلها، حاجزين وعاملين الكلام ده كله. مثلا my class are going to أو going on a school trip next week، يعني الفصل بتاعي سوف ينطلق، هيذهب في رحلة مدرسية الأسبوع القادم. النقطة الرابعة، إذا منعك شيء من القيام بشيء آخر في المستقبل فإن ما يمنعك يكون مرتب له، بالتالي نجيب مضارع مستمر. يعني إيه الكلام ده؟ ركز معايا. I can't go out with you tonight، أنا مش هعرف أخرج معاك النهاردة. ليه؟ Because I am meeting my uncle at the airport، أصلا هقابل عمي النهاردة في المطار. إحنا عارفين إن عمنا هيجي في اليوم ده، فإحنا مرتبين إن هنقابله، فده منعني إن أنا أخرج مع أصحابي مثلا. النقطة الخامسة، المضارع المستمر لا يدل على المستقبل الا في حاله واحده، حاله وجود تعبير زمني او سياق يدل على المستقبل. يعني ايه؟ يعني ما اقول I am having lunch with my uncle، ده حدث مستمر. لكن لما اقول I am having lunch with my uncle tomorrow اصبح ترتيب مستقبلي، يبقى لما جبت tomorrow اصبح ترتيب في المستقبل. كمان ممكن استخدم المضارع البسيط عشان اعبر عن المستقبل، ده ايه؟ for time tables، جداول مواعيد ثابته. هتلاقي جداول المواعيد ثابته مع ايه؟ مواقف مرتبطه بجدول مواعيد ثابته زي الطائرات، قطارات، مواعيد المباريات والحصص والامتحانات، مواعيد العمل، دي كلها مواعيد ثابته. مثلا my train arrives at 7 quarter او 7:15 tomorrow morning، واللي القطر بتاعها هيوصل الساعه 7 وربع غدا في الصباح. The match starts at 9 p.m. next Friday، الماتش هيبدأ الساعة 9 مساء الجمعة القادمة. ناخد بقى ملاحظات على كل صيغ المستقبل. أول حاجة، كل الصيغ اللي فاتت في تعبيرات زمنية بتدل عليها، يعني بتيجي في نهاية الجملة أو ممكن تيجي في الأول حسب الجملة، بس لو جت في الأول يجي وراها إيه؟ اللي هي كوما، يعني زي tomorrow، in the future، soon، one day، next year، next month، next week، next Friday، this time، next week، tomorrow، in
a year, in a month, in a week, by next week, by tomorrow morning, by 2030 بحلول أو قبل. لما أقول she will do the shopping tomorrow هي تقوم بالتسوق غدا. next Monday الاثنين القادم I am visiting my uncle أنا هزور عمي. بنستخدم المضارع البسيط والمضارع التام للتعبير عن المستقبل مع الروابط الزمنية. خلي بالك بقى عشان دي مهمة ودي موضوع امتحانات. يجيب لك after, as soon as, when, the moment. الأربعة دول بيجوا وراهم بالترتيب يا مضارع بسيط يا مضارع تام، وبعد كده جملة مستقبل أو جملة أمر. ركز معايا. after I arrive أو I have arrived home I'll take a rest. بعد ما أوصل البيت هاخد راحة. tell أحمد to call me the moment you see him. عرف أحمد يتصل بيا أول أو في اللحظة اللي تشوفه فيها. خلي بالك tell أحمد دي جملة أمر جت قبل كلمة إيه؟ جت قبل كلمة the moment، لأن رابط عندي the moment جبت وراه مضارع بسيط اللي هو see أو have seen، وقبله يا جملة أمر يا مستقبل. هنا جاب جملة إيه؟ أمر tell أحمد. before أحد الروابط الزمنية بيجي وراها مضارع بسيط أو مضارع تام وبعدها مستقبل أو جملة أمر. مثلا before we leave أو have left the office I'll phone some clients. قبل ما غادر المكتب هتصل بعض الزبائن. Don't leave here before you finish. ما تغادرش هنا يعني أو you have finished all your jobs قبل ما تخلص المهام بتاعتك. before برضو نفس الكلام جاء قبلها إيه؟ جملة أمر بس المرة دي أمر منفي don't زائد المصدر وبعدها مضارع بسيط. تمام. كمان till وانتل عارفين طبعا بيجي قبلها زمن غالبا منفي. احنا قلنا till وانتل زي الروابط ديت هيجي بعدها مضارع بسيط او مضارع تام وقبلها مستقبل بسيط منفي غالبا او جملة امر، يبقى بعدها مضارع بسيط قبلها مستقبل. مثلا mom won't set the table for lunch until my father arrives. ماما مش هتجهز السفرة يعني حتى يصل ابي. او has arrived home نفس المعنى. Don't put the bread in the shopping bag. لا تضع الخبز في سلة التسوق until it completely cools حتى يبرد تماما أو has cooled. يبقى هنا كلمة until بعدها مضارع بسيط أو تام وقبلها مستقبل أو جملة أمر والمستقبل غالبا منفي. نحل أسئلة على أشكال المستقبل كلها على بعضها بقى. نمبر 1 don't worry لا تقلق I you the money you need. قول له ما تقلقش انا هدي لك الفلوس اللي انت عاوزها. يبقى ايه؟ I will lend you. تمام انا بعرض عليك. نمبر 2 my brother be 14 next month. اخويا يبقى عنده 14 سنه الشهر القادم. خلي بالك انا بتكلم على ايه؟ حقائق يبقى will. نمبر 3 هي بيكلم بيه بيقول له I am thirsty انا عطشان. فرد عليه قال له ايه؟ just a minute دقيقه واحده I some cold water هجيب لك بعض الماء البارده. يبقى هنا بيعرض عليه او بياخد قرار سريع يبقى I will get. نمبر 4 she is stubborn يعني عنيده. it easy to make her agree to this plan. طبعا هل هيبقى مش سهل ان اخليها توافق على الخطه بتاعتي؟ خلي بالك هي ايه؟ هي عنيده. يبقى هنا won't be. يبقى it won't be لن يكون من السهل ان احنا نخليها ايه؟ طبعا زي ما بيقولوا توافق على خطتنا لان كلمه stubborn دي صفه والصفات ليست دليل. نمبر 5 he hasn't studied hard. هو ما درسش او لم يذاكر بجد. I think اعتقد this exam. واحد يقول لي I think يبقى على طول will. لا بقى ركز. hasn't studied hard هو ما ذاكرش مش ده دليل؟ ايوه دليل. يبقى is going to fail سوف يرسب في الامتحان. نمبر 6 arrangements for the wedding have completed. الترتيبات لحفل الزفاف يعني اكتملت خلاص. we eat next Friday يبقى ايه؟ خلي بالك في ترتيبات بدل في ترتيبات يبقى على طول مضارع مستمر. يبقى we are celebrating it سوف نحتفل بها next Friday الجمعة القادمة. نمبر 7 بتول good top marks. بتول حصلت على درجات ايه؟ اعلى درجات. she is a faculty she likes. يبقى هي تدخل الكليه اللي بتحبها. ايوه يبقى ايه؟ يبقى is going to join سوف تنضم او تلتحق بالكليه اللي هي بتحبها لان ده يعتبر ايه؟ ده يعتبر دليل. نمبر 8 اكرم is filling up the bucket with water. ايمن يعني قام بملء الايه؟ زي ما بيقولوا الدلو بالميه. he the car يبقى هو هيعمل ايه؟ كده هو هيغسل السياره. يبقى ده دليل. ايوه يبقى is going to wash. نمبر 9 علي got او go out until he finished his work. قبل بعد until مضارع بسيط يبقى قبلها يا اما مستقبل منفي غالبا او جمله امر بدأ بالفعل يبقى هنا مستقبل. يبقى ايه؟ يبقى want to go out لن يخرج حتى ينتهي من العمل. نمبر 10 we intend to meet some friends after our study. احنا بننوي نقابل بعض اصدقائنا بعد طبعا ايه ما نخلص دراستنا.
خلي بالك هنا لما جاب لك intend يعني احنا بننوي، وجاب لك كلمة after، وافتر بيجي بعدها ايه؟ بعدها مضارع بسيط. بس هنا مفيش فاعل بعد افتر، اذا لم يوجد فاعل اجيب ايه؟ اجيب فعل في اي ان جي، يبقى finishing. تمام. بعد افتر وبيفور اذا لم يوجد فعل اجيب اي ان جي على طول. نمبر 11 study hard or the teacher you، يعني ذاكر بجد والا المدرس، فيه هنا تحذير، خلي بالك فيه هنا ايه؟ تهديد. يبقى ذاكر كويس والا المدرس هيعاقبك، يبقى will punish you. هنا بدل فيه تحذير او تهديد اجيب will والمصدر. نمبر 12 سلمى already bagged her bag، سلمى بالفعل قامت بتعبئة الشنطة بتاعتها. she tomorrow يبقى هي ايه؟ يبقى she is traveling، طبعا ده هي مرتبة كل حاجة، يبقى هتسافر بكرة. نمبر 13 the train at 5 o'clock، بدل قال لي القطار الساعة 5 يبقى ده ميعاد ثابت، يبقى arrives هيصل الساعة 5. نمبر 14 I have just decided to buy a new mobile، انا لسه مقرر حالا ان انا اشتري موبايل جديد. This means معنى الكلام ده I a new mobile، معنى الكلام ده ايه؟ ان انا طبعا هشتري موبايل جديد. طبعا هتقول لي احنا قلنا لما نلاقي decided نجيب going to، بس خلي بالك لما لك I have just decided ده قرار سريع لسه واخده حالا، يبقى اول والمصدر، يبقى letter D. Number 15 students will go to the club، يعني ايه؟ التلاميذ او الطلاب هيروحوا الايه؟ النادي as soon as they their homework لما يخلصوا الواجب. جاب لي قبل كلمة as soon as، جاب لي قبلها ايه؟ جاب قبلها will مستقبل، يبقى بعدها يا مضارع بسيط يا مضارع تام، اللي موجود مضارع بسيط يبقى finish. نمبر 16 once ديت مراوط برضو I know what I will eat lunch، بقول لك في اللحظه اللي انا ايه؟ طبعا يجي وراها مضارع بسيط يا تام. I will eat lunch هتناول الغداء، يبقى في اللحظه اللي انا اوصل فيها. طبعا ما تقوليش arrives لان arrives هنا مضارع بسيط ما يجيش مع I بيجي معاها مصدر، يبقى انت عاوز مضارع تام موجود، ايوه have arrived. نمبر 17 look انظر it's very cloudy الجو مغيم، على طول يبقى تنبؤ بدليل، يبقى it's going to rain، حافظين المثال ده من زمان. نمبر 18 it's roaring with thunder and lightning I think they're a terrible storm، عايز اقول لك الجو فيه رعد وبرق، فبالتالي اعتقد ان هيبقى فيه ايه؟ عاصفة قوية. طبعا ده تنبؤ بدليل، يبقى is going to be. تمام. احنا كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات القادمه ان شاء الله. كان معكم مصطفى احمد العبد من قناه دروس سلامي اونلاين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.